سلام، كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا لاباس وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم. انا عارف باللي غبرت عليكم بزاف في هذه القناه، شحال هادي ما حطيت شي فيديو، يمكن هذه 6 شهور ما حطيت شي حاجه، ولكن الحياه كتوقع وكنعتذر منكم وكنوعدكم انهم دابا غادي نرجع بفيديوهات جديده وبافكار جديده. الفيديو ديال اليوم غادي يكون فيديو اللي خاص. دائما كتبغيو ولا كتطلبوا مني انا ندير لكم فيديوهات على اللغه، فاليوم غادي نعطيكم نصائح كيفاش تقنوا اللغه والحوايج اللي درت انا باش قدرت انني نتقن اللغه. اولا هذا النهار كنت صورته شحال هادي، كان فيه الجو زوين وخرجت درت فيه شحال من حاجه، وبغيت نديكم معايا تشوفوا الاجواء كيفاش كتكون في المانيا ملي كيكون بدا يزيان الجو، ملي كتكون الشمس. ودابا خاصه صافي وصلنا شهر 4 وغادي بزاف ديال الايامات غادي يكونوا بحال هكا. مشيت للشوطيه، مشيت حدا البحيره، فغادي تشوفوا في خلال هذا الفيديو فين مشيت واشنو درت، وبهكا وانتم كتشوفوا الفيديو غادي انا نهضر معكم على اللغه وكيفاش تعلمت انا اللغه. فيلا نبداو باول النصائح. اول حاجه واول نصيحه اللي نبغي نشارك معكم هو انه ما تخليوش اللغه تخلعكم. اكيد غتكونوا الا كنتم مهتمين بالمانيا وبالفيديوهات باللغه الالمانيه، غادي تكونوا كتفرجوا بزاف ديال الفيديوهات في الانستغرام، في اليوتيوب، في التيك توك على المانيا وعلى اللغه الالمانيه. فكاينين بزاف ديال الناس كيمسحوا ولا كيديروا فيديوهات اللي مضحكه شويه على اللغه الالمانيه وعلى انه صعيبه وشحال من حاجه. ما تخليوش هاد الفيديوهات يدمروكم ولا يخليكم تاخذوا واحد الفكره خايبه على المانيا ولا على اللغه الالمانيه انه شي حاجه اللي صعيبه. ما تخليوهاش من الاول تخلعكم، لانه كيف ما انا تعلمت اللغه انتم تعلموا اللغه. كانت فعلا اللغه الالمانيه صعيبه ومستحيله، بزاف ديال الناس ما غاديش يتعلموا ليها، بزاف ديال الناس ما غاديش يكونوا عايشين في المانيا. ولكن الحقيقه هو انه دابا مؤخرا ولاو بزاف ديال الناس كيجيو لالمانيا، فما تخليوش اللغه تخلعكم. انتم قادين عليها وتيقوا هذه الفكره من الاول، لانه فكره غادي تقدروا توصلوا لها، غادي تقدروا تهضروا واحد النهار باللغه الالمانيه، راه ماشي شي حاجه مستحيله. حاجة أخرى هو أنه ما تفقدوش الأمل في اللغة الألمانية. مني بديت أنا اللغة الألمانية بديت كنقراها، كانوا عندنا في القسم شي 35 ولا 25 شخص، وفي الأخير بقينا غير 5 ديال الناس، لأنه كاع الناس قالوا اللغة صعيبة من الأول، ما غاديش نقدر ناخذ الامتحان. يعني من الاول دمروا، من الاول قالوا هذه حرب غادي نخسروها، فما كاين لاش نبداوها. انا ننصحكم انه ما تفقدوش الامل، لانه في الاول اللغه الالمانيه غادي تجيكم في الاول غير شويه صعيبه، لانه ما عمركم ما شفتوا شي حاجه بحالها. اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه ما عندهاش علاقه باللغه الالمانيه نهائيا. في الاول غتجيكم شي حاجات صعيبه، ولكن راه غير في الاول. من بعد توصلوا للبي 1 ولا البي 2 غيولي كاع داكشي غير كيتعاود، كاع داكشي اللي كتسمعوه اليوم غتسمعوه غدا، تسمعوه بعد غدا، وصافي غادي تبقى غير داكشي غير كيتعاود وغادي تعقلوا عليه. حقيقة هو أنه في اللغات أي لغة كنتعلموها، مني كنتعلموا مثلا 100%، راه كنستعملوا غير 20%، 80% ما كنستعملوهاش بزاف، كنستعملوا غير 20% يوميا من داكشي اللي كنتعلمو. يعني راه شي حاجة اللي سهلة وشي حاجة اللي كنقولوا بالألمانية شافبا، يعني شي حاجة اللي غادي تقدر توصل ليها. فما تفقدوش الأمل من الأول، عطيو لراسكم وقت، عطيو لراسكم وقت أنكم عطيو الوقت للغة. الحاجه اللي نفعتني انا بزاف فاش كنت كنتعلم اللغه هو انه درت واحد دايلي روتين، واحد الروتين يومي اللي كنقرا فيه اللغه. يوميا خاصك تكون عندك واحد العلاقه مع اللغه، علاقه يوميا كتشوفها كل نهار، كتلاقى معها كل نهار في واحد البلاصه، وكتجلسوا واحد الساعتين 3 سوايع وانتم كتهضروا مع بعضياتكم وكتقراو. ولكن ما ديرش حاجه اللي ديرها كل نهار. ماشي كل نهار تقرا مثلا قصص، ولا ماشي كل نهار تصنت للراديو، ولا ماشي كل نهار انك تكتب شي حاجه. خاصك تقسم نهار دير انك تسمع لشي حاجه، نهار دير انك سبيكينغ تهضر في شي موضوع باللغه الالمانيه، نهار انك تسمع لشي حاجه، تسمع الراديو ولا هذا. فباش دير واحد الروتين، ولكن داك الروتين ما يكونش ممل باش تقدر انه تستمر. لانه ملي غدير هذا الروتين خاصك تمشي عليه واحد 8 شهور 9 شهور مثلا حتى عام باش تشد اللغه مزيان. داك الشيء علاش حاول انك هذاك الروتين اللي دير ما ديروش روتين ممل، ولكن دير ضروري روتين واحد ساعه ساعتين 3 سوايع في النهار، شحال ما قديتي انك تقرا اللغه يوميا. ومن الحوايج اللي نفعوني انا حتى انا باش نقرا اللغه وباش نتعلمها هو انه دخلت اللغه في كل حاجه.
اول حاجه درت هو بدلت التليفون ديالي من اللغه الفرنسيه للغه الالمانيه، لانه كل نهار كطلع لك واحد الحاجه جديده، المصطلح جديد، وكيخصك انك تقلب عليه باش تعرف شنو كيعني. فبحال كتبزز على راسك انك تعلم اللغه. مثلا انه كنت حطيت ستيكرز، درت ستيكرز وحطيتهم في الباب، في المجر، في الطابله باللغه الالمانيه. شنو هادو؟ ففي ما درت كانت كتبان ليا اللغه الالمانيه. وحاجه اخرى هو انك تحفظ الحوايج اللي كتستعملوا دائما. كاينين بزاف ديال اللوائح تلقاوهم في جوجل، مثلا common verbs، مثلا الافعال اللي كتستعمل بزاف في اللغه الالمانيه، مثلا الكلمات اللي كتستعمل يوميا. راه كاينين بزاف ديال اللوائح في جوجل وتلقاهم. انا حفظتهم هكا، كنت مازال ما عرفت حتى شي حاجه، لانه ملي كتحفظ دوك الجمل اللي يكونوا كبار كتستخرج منهم كلمات، والكلمات كتقلب على المعنى ديالهم، يكون عندك فوكابولير. فقبل ما تبدا انك انت تفهم اصلا اللغه، غير حفظ هادوك، ومن بعد غادي ينفعوك. وغادي ينفعوك أو في حاجه اخرى، هو انه كتعرف كيفاش الجمله كتشكل في اللغه الالمانيه، لانه كل لغه والجمله كيفاش كتشكل فيها. اللغه الالمانيه مثلا عندهم بلي الفعل كيجي حتى الاخر، فهذه حاجه اللي مختلفه على اللغه الفرنسيه، الانجليزيه، على بزاف ديال اللغات. كنظن ان اللغه الالمانيه هي اللغه الوحيده اللي الفعل كيجي فيها في الاخر. فهكا واخا تكون مازال ما كتفهمش، واخا تكون مازال يلاه بادئ، ولكن هذوك الكلمات من هذوك الجمل الطويله غتخرج كلمات، ودوك الكلمات هما اللي غادي ينفعوك في الفوكابولار ديالك في المدى البعيد. ما تحشمش انك تهضر باللغه الالمانيه. فاش كنت انا في المغرب كنت كنهضر مع صحابي اللي كيقراو معايا اللغه الالمانيه بالالمانيه، كنت كندير عرام ديال الاخطاء، ولكن ماشي مشكل. كنقول باللي واخا يفهموني واخا ما يفهمونيش، كنت كنهضر مع عائلتي باللغه الالمانيه. خاص غير لسانك كيتطلق، غير انت لسانك ولا عقلك يتعود على انك كتهضر بديك اللغه. وحتى نصيحة للناس اللي غادي يجيو هنايا لألمانيا في الأول، حاولوا أنكم تهضروا ما أمكن باللغة الألمانية، لأنه بزاف كيكونوا عارفين اللغة الإنجليزية كتجيهم سهلة، كيبغيو يفهموا دغيا، ما كيبغيوش ما كيبغيوش يتعصبوا مع اللغة، فكيبغيو غير أنهم يفهموا داك الشخص اللي مقابل معاهم شنو كيقول. في الحقيقة هو أنهم ملي كيعرفوك الناس كيشوفوا باللي كتعاني بأنك تهضر اللغة، راه ماشي كيحكموا عليك ولا كيضحكوا عليك، راه كيحاولوا أنهم يعاونوك. هذيك هي الفرصة اللي عندك، في الناس يوقفوك يقول لك شوف ما تقولش هادي هكا، قول هادي هكا. ملي كتعود على اللغه وما كتبقاش عندك واحد لاكسون، الناس كيوليو يتسناو منك انك تهضر اللغه. فحاول انك من الاول، الا قالك شي واحد نهضر معاك باللغه الانجليزيه، قول لي لا لا انا كنتعلم اللغه، بغيتك عافاك تهضر معايا باللغه الالمانيه، واخا ندير اخطاء ما تحشمش انك دير الاخطاء، واخا دير الاخطاء، واخا هذا راه من دوك الاخطاء هو اللي غادي تتعلم منهم. وعمرك ما تقول بالناس غيحكموا عليك ولا ما غاديش. الا حكم عليك شي واحد ولا ضحك عليك شي واحد، عرف لي المشكل ديالو راه ماشي هو اللغه، المشكل ديالو هو انه عنده مشكل فعلا مع الاجانب. ما عمرك ما غتلقى شي الماني غادي يضحك لك على اللغه، ما عمرك ما غتلقى شي الماني غادي يقول لك لا ما غاديش نعاونك. فحاول من النهار الاول انك تهضر باللغه الالمانيه. الا قالك شي واحد هضر معك باللغه الانجليزيه، قول ليه شكرا ولكن انا باغي نتعلم. والنصيحة من أكبر النصائح اللي نقدر نعطيكم على اللغة الألمانية هو أنه خليو التوقعات ديالكم والأحلام ديالكم واقعية. ما تمشيش تقول غادي انا ما عندي 3 شهور غادي نبدا نهضر باللغه الالمانيه بطلاقه، لانه ملي غتوصل لواحد 3 شهور ما غادي تقدر تهضر بطلاقه، غادي يكون احباط لك واحباط لنفسيتك، وغادي تحقد على اللغه. حاول انك يكون هذا ديالك واقعي، يعني قول باللي انا من هنا لواحد العام غادي نبدا نفهم، من العام غادي نكون كنقدر انني نهضر على مواضيع صغيره بحال هكا، ولا نهضر واحد 10 دقائق باللغه الالمانيه بلا ما نتقطع. هذه شي حوايج اللي واقعيه. الا حلمتي شي حلم كبير وما وصلتيش ليه، غادي غير تدمر راسك براسك. نحاول انك دير احلام غير صغيره، اهداف صغيره. مثلا قول الهدف ديالي دابا هو انني نهضر واحد 5 دقائق على هذا الموضوع، او نهضر مع شي واحد غير 5 دقائق. الا صافي ديك 5 دقائق، الا وصلت لك 5 دقائق راه انجاز. او مثلا واحد القصه، شد قصه في الاول صغيره، مثلا نقول انا غادي نقرا هذه القصه صغيره، مني غادي نكملها ونكون بحثت على الكلمات ديالها ونكون فهمت القصه ديالها، وهذا عاده غادي نمشي لقصه اخرى. فبدا بقصه بتكست صغيورين، بدا مثلا بدي كومنتير في السوشيال ميديا، بدا شي حاجه صغيره. خلي ستيب باي ستيب التوقعات ديالك والاحلام ديالك والاهداف ديالك يكونوا في الاول صغار، وبدا غادي ملي توصل لهذا الهدف قول اوكي انا قريت هذه القصه صغيره، دابا عاد نمشي نلقى قصه كبر منها. ماشي تبدا من الاول بواحد القصه اللي كبيره وتقرا منها 3 ديال الصفحات تقول
صافي انا فقدت الامال، ما عمرني نقرا، ما عمرني غادي نقدر نقراها. ملي تكون يلاه بادي عرف باللي راك يلاه بادي. ما يمكنش شي واحد اللي يلاه بادي اللغه وغادي يكون كيهضر بها بطلاقه ولا من النهار الاول يقرا قصه كامله، ولا هذه شي حوايج اللي غير واقعيه. ولا تمنيتي شي حاجه اللي غير واقعيه غتحبط راسك براسك. هاد النصيحه يقدر يقول لكم اي واحد. حاولوا تصنتوا الراديوات المانيه، حاولوا تصنتوا البودكاست يكون الماني، حاولوا تصنتوا الافلام، تفرجوا في افلام اللي هي باللغه الالمانيه. الهدف هنا ماشي هو انك تفهم ضروري اشنو كيقولوا او لا تعرف اشنو واقع، ولا اي كلمه تقال تكون فهمتيها. هنا منين تبدا، قبل ما تبدا عرف باللي راك يلاه بادي، ماشي تحبط راسك واول كلمه سمعتيها ما فهمتهاش تقول صافي غادي نطفي. هذا اعطي لراسك وقت ورخفي على راسك وقول باللي انا غادي نتصنت، فهمت شي حاجه هي هذيك، ما فهمت شي حاجه غير دماغي غادي يتعود على اللغه. خاصكم تعرفوا في الاول باللي في الاول خاص دماغكم ولسانكم يتعود على اللغه، ماشي ضروري تكونوا كتفهموها، ماشي ضروري تكون اي حاجه سمعتيها عارف علاش كدور. غير لسانك ودماغك يعرف اللغه كيفاش دايره، غير الكلمات كيفاش كتشكل، الحروف كيفاش كتنطق، باش من نهار ملي تمشي للامتحان ويكون عندك طايل ديال الهوان مثلا ديال السمع، تعرف هذيك الكلمه كيفاش كتقال، لان الكلمه كيفاش كتقرا بعض الخطرات كتقال بطريقه اخرى. غادي تعرف على بزاف ديال الطرق ديال الهضره في اللغه في المانيا، لانه المانيا كل جهه عندهم الطريقه كيفاش كيهضروا، ماشي المانيا كامله كتهضر بديك اللغه الالمانيه اللي انت غادي تصنتها. خاصك تحاول انك تسمع بزاف ديال الاغاني، بزاف ديال البودكاست من عند ناس مختلفين باش تعرف الطرق ديال اللغه الالمانيه، الطرق ديال تحدث اللغه الالمانيه بطرق مختلفه. والنصيحه الاخيره اللي غادي نخليكم معاها هو انه عمركم ما تقارنوا راسكم بالناس الاخرين. البروغريس ديالكم كيفاش نتوما راه ماشي غادي يكون هو البروغريس ديال الناس الاخرين. نعاود لكم على ان فاش كنت دوزت الامتحان ديال اللغه الالمانيه وكنت خرجت من الامتحان وكنسمع الناس كيقولوا في الاجوبه، تخلعت واحد الخلعه، لانه دوك الاجوبه اللي قلت انا ما عندهم حتى شي علاقه بداكشي اللي قالوا الناس. خفت بزاف، بديت كنبكي، قلت صافي راه ما غاديش ننجح في الامتحان. ومني ساليت لقيت انا راسي واحد من الناس القلال اللي نجحوا. فبلا ما تقارنوا راسكم مع الناس، لانه تقدر وانت في بالك بلي راك انت اقل من شي واحد اخر، ولكن انت راك احسن منه.